النهارده انا مش هقول لك بقى ولا تضيف مكسيك ولا هند ولا مش جاي اقول لك ان انت دولة جديدة ولا الكلام ده. الفيديو النهارده مش مخصص لدولة جديدة ومستند جديد وهسيبه لك على التليجرام، لا. اهلا بيكم، معاكم احمد خالد، حلقة جديدة من برنامج بعد ساعة. النهارده ان شاء الله شرح مختلف جدا ومميز عن الاربع شروحات اللي احنا اتكلمنا عليهم على القناة. ولو ما شفتش الفيديوهات دي هسيب لك طبعا الفيديوهات دي في الاي هنا او هنا. خش تشوف الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عليها بالنسبه للعرض ده والمميزات بتاعته والفوائد بتاعته. وطبعا الشرح اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو شرح مختلف تماما عن الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاربع فيديوهات اللي فاتت. طبعا لو انت جديد فما تقلقش، الفيديو النهارده ان شاء الله هيكون موضح تماما، مفيش فيه اي مشاكل، وهيكون مفيد جدا للناس الجديده. وطبعا الناس القديمه فهي فاهمه القصه اللي احنا بنتكلم عليها بشكل طبيعي. طبعا النهارده مش هحتاج منك ولا مستند، ولا هحتاج منك ان انت مثلا تعدل مثلا وتنزل بقى برنامج تعديل صور ولا الكلام ده. الفيديو معانا النهارده ان انت معاك اكونت جديد او قديم، بشرط ان انت ما تكونش عملت عليه وضع تأكيد كطالب واترفض منك كمستند. تمام. ان انت ما تكونش عملت عليه اي حاجه. يفضل ان انت تكون عندك اكونت فريش، اللي هو لسه انت عامل اكونت جيميل جديد. تمام. خلاص انت معاك اكونت الشخصي بتاعك سواء جديد او قديم، ما عملتش عليه العرض ده قبل كده وكان عليه مشكله والكلام ده. طيب، هتخش طبعا الموقع اللي احنا كنا عارفينه. طبعا هسيب لك اللينك بتاعه في كومنت مثبت في الكومنتات، وهسيب لك طبعا برضو في الديسكريبشن. ولو حد عايز مثلا يتواصل معايا اسيب لكم كل روابط التواصل بتاعتي برضو في الديسكريبشن وفي تعليق مثبت في الفيديو. اول حاجه نخش على الموقع اللي هو جيميناي ستودنت، تبتدي ان هو يفتح معاك ويقول لك مثلا استفيد بالعرض او جيت اوفر. فعل بتدوس على استفيد بالعرض. تبتدي ان هو مثلا لو انت رابط الاكونت بتاعك على جوجل كروم متصفح، فبيبتدي ان هو يقول لك، بيجيب لك ان انت مثلا ايه العرض مثلا 12 لمده 12 شهر بسعره مثلا بعد ما تخلص المده دي سعره هيكون مثلا 700 جنيه مصري، يا اما على حسب العمله اللي هي ظاهره قدام. دي القصه اللي هي هتظهر لك. يبتدي ان هو يوجهك على فورم. الفورم دي مكونه مثلا ان انت اسمك، البلد، الدوله، الكليه، اسمك الاول، اسمك الثاني، المعلومات الشخصيه بتاعتك. ومش وارد جدا ان انت تضيف في الفورم دي داتا حقيقيه. يعني احنا طبعا الناس القديمه عارفه احنا كنا بنتعامل ازاي مع الفورم دي، وبندخل اي بيانات وابتدي انها بتتقبل عادي جدا بدون اي مشاكل. النهارده انا مش هقول لك بقى ولا تضيف مكسيك ولا هند ولا مش جاي اقول لك ان انت دولة جديدة ولا الكلام ده. الفيديو النهارده مش مخصص لدولة جديدة ومستند جديد وهسيبه لك على التليجرام، لا. انت تخش على الفورم دي، هتاخد لينك بتاع الفورم اللي احنا فاتحينها حاليا دلوقتي، تاخد اللينك ده كوبي وتفتح لي التليجرام. هسيب لك طبعا لينك بوت تليجرام تخش عليه. طب احنا خدنا اللينك كوبي ده وهنروح موجها للتليجرام، هنروح للتليجرام. لو انت مش عندك تليجرام فلازم تعمل تليجرام برقمك التليفون وتفعله، وتخش على البوت اللي انا هسيبه لك اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن وفي تعليق مثبت على الفيديو ده. هتخش على البوت هتفعله وتعمله تشغيل ستارت. هتبتدي ان انت تديله الامر الفيريفايد اللي هو التحقق. طب هنعمله ازاي؟ هنكتب اول حاجه بنعمل شرطه سلاش، وبعد كده بنعمل فيريفايد وبتضغط مسافه وتحط اللينك اللي احنا خدناه كوبي من الفورم بتاعتنا وبنبعتها. بنستنى من ثانيه لحد 5 ثواني، بيبتدي ان هو ايه يقول لك تم عمليه التحقق من غير اي تدخل منك، ولا تبعت صوره ولا تكتب اسمك ولا الكلام اللي احنا شفناه في الاربع فيديوهات اللي قبل كده. خلاص هترجع تاني تفتح الفورم، هتبص تلاقي تعمل زي نظام ريفرش كده، يبتدي ان هو ايه يقول لك تم تأكيد وضعك كطالب، وهيحطك على قائمة عرض الانتظار للطلاب. اللي هو احصل على العرض ده، اللي هو انت خلاص انت تم تأكيدك، بس محتاجين منك بس حاجة، اللي انت تعمل لنا عملية دفع، عملية الربط يعني، عشان تبتدي ان انت يعني تحصل على العرض ده ويشتغل معاك. طبعا بالنسبة للناس اللي هم ما بيسمعوش الفيديو من الأول للآخر وبيقعدوا يقدموا الفيديو عشان يقدروا يعرفوا التفاصيل،
فصدقني انت مش هتستفاد اي حاجه خالص، ولا هتعرف تفعل العرض ولا الكلام ده كله ولا. الناس اللي هم يسمعوا الفيديو من الاول للاخر هيفهموا انا بتكلم عن ايه. بالنسبه لي عمليه الدفع، فعمليه الدفع بسيطه. وطبعا بالنسبه للناس دي بالنسبه لها مش مشكله. بس في ناس مش معاها ولا فيزا ولا رقم تليفون بيشتغل او بيأكتف على التليفون. لان اغلب التليفونات اللي بعض المشاكل الناس وصلت معايا مفيش دفع عن طريق التليفون بشكل مباشر. ودي كان بسبب ان انا كنت بقول لهم يا جماعه التليفون ده مش بيدعم الدفع عن طريق الهاتف. فحل ان انت تشوف تليفون تاني وتفعل عليه برضو العرض ده بشكل تاني. تمام. ده بالنسبه للناس اللي هم يعني معاهم مثلا فيزا ورقم، فبيبتدوا ان هم هيفعلوا العرض ده. طب الناس اللي هم مش معاهم فيزا والرقم مش بيربط على التليفون، فانا النهارده معايا هديه هتفيدكم جدا. واللي هو انت ازاي هتقدر تفعل العرض ده بشكل طبيعي. الناس تخش على التليجرام وتبعت لي رسالة، هبعت لك طريقة دفع انت هتربط معاه. وطبعا في الفيديو ده انا عملت عملية دفع عن طريق الفيزا، ما عملتش عملية دفع زي ما كل مرة بعمل عن طريق التليفون. وطبعا عملية الدفع عن طريق التليفون فانا شرحتها في 4 فيديوهات قبل كده. ولو انت ما سمعتش الفيديو روح اسمع الفيديو، اعرف طريقة الدفع عن طريق التليفون بتتم ازاي وبتكون شكلها ازاي. سهلة جدا مفيش فيها اي مشكلة. طيب، بالنسبة للهدية لو انت مكمل معايا الفيديو ده لحد الاخر، طبعا هتخش على قناة التليجرام. لو انت مش مشترك فيها اشترك فيها ضروري جدا، لان الهدية انا هكون سايبها في القناة دي. هتخش هتلاقي المعرف التواصل بتاعي الخاص، هتبتدي ان انت تبعت لي رساله تتواصل معايا، وتبعت لي رساله تكتب فيها عدسه واحده. الناس اللي هم كملوا لحد الفيديو لحد دلوقتي هم اللي هيستفادوا بالهديه. اما الناس اللي هم جريوا ومن اول فيديو في النص وعرفوا المعلومه والاخيره وخلصت، فالناس دي مش هتعرف الهديه اللي انا بتكلم عليها. وعلى فكره الهديه هتكون يعني جميله جدا وهتفيد الناس. تأكد لو انت وصلت لحد الفيديو ده فانت كده هتقدر تستفاد بالهدية. بس كده مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. متنسيش ان انت تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد خالد من عدسة واحدة.